لأننا أصبحنا محط أنظار القيادة السياسية، فهذا يلقي علينا تبعات جسام لابد أن نكون أهلا لتحملها. لابد أن نتكاتف معا ونتعاون معا في الفترة القادمة حتى تظل الهيئة دائما من الهيئات التي يشار لها بالبنان. لقد أصبحت الهيئة القومية للبريد من الهيئات العملاقة في مصر بل وفي العالم. حينما شاهدنا في انتخابات الاتحاد البريد العالمي في العام الماضي أصبحت دولة رابعة، فازت بالمقعد الرابع على مستوى الانتخابات. هذا دليل على أن الهيئة تقدمت وشهدت خطوات كبيرة. هذه الخطوات وهذا التطوير الذي تم بجهدكم أنتم وبتعاونكم مع القيادة التي أولت الهيئة والعاملين فيها كل اهتمام ورعاية، فبادلتهم حبا بحب. وهذا المؤتمر الذي نشهده اليوم هو خير دليل على ذلك. جاءت كل القيادات لتشارك في تكريم كل عامل مثالي فاز هذا العام. إننا لو استطعنا أن نكرم فلا بد أن نكرم 50,000 عامل في هيئة البريد، ولكن لا بد أن نأخذ رموزا من هذه العمالة لنكرمها كل عام، وهذا ما حدث. فتحية لقيادات الهيئة وعلى رأسها الدكتور رئيس مجلس الإدارة على اهتمامه بهذا التواصل الفعال الذي يكون دائما له من الأثر الطيب والإيجابي المردود الطيب على هيئة البريد. أهنئ كل من فاز هذا العام، وأتمنى في العام القادم أن يزيد العدد أكثر من ذلك، وأتمنى أن نشهد دائما احتفالات تكريم على مدار السنة في حلقات متواصلة. فمنذ أيام كنا نكرم الأمة المثالية، وكنا نكرم المتميزين والمتفوقين من أبناء الهيئة، فهذا نوع من التكريم والتحفيز الأدبي والمعنوي يزيد من عطاء العاملين وانتمائهم لهذه الهيئة العريقة. لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن لابد أن أبرز بعض النبذات من خلال نشاط الأمانة العامة، وهي من القطاعات التي لها دور محوري وتمس جميع العاملين. سأذكر بعض الإنجازات التي تمت، لو سمح لي سيادة الرئيس أذكرها حتى نكون جميعا على علم بما تم خلال هذه الفترة القصيرة في العام الماضي، وحتى نقضي على كل ما يقال من إشاعات أو غلافه. إن الهيئة أصبحت الآن أفضل من أي هيئة اقتصادية في المزايا التي تقدمها لأبنائها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، لن أطيل ولكن سأذكر بعض العناوين فقط. خلال الفترة القصيرة أو العام المنقضي بعض الإنجازات التي تمت في مجال الترقيات والعلاوات. تم ترقية بالنسبة للهيكل الجديد 12 من العاملين إلى وظيفة رئيس قطاع، 6 مساعد رئيس قطاع، 19 مدير عام، 25 نائب أو مساعد مدير عام، 263 مدير إدارة من الإدارات الوسطى على مستوى الهيئة، 66 رئيس قسم، وجاري الانتهاء من استكمال باقي المراحل على مستوى الهيئة. تم منح 4500 عامل علاوة تشجيعية، وجاري دراسة علاوة تشجيعية أخرى في 1/7 للمستحقين وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها. تم منح 62 عامل علاوة تشجيعية أخرى للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، أعلى من الدرجة الجامعية. تم تسوية حالات 105 من العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة، وجاري دراسة تسوية بعض الحالات الأخرى بالتنسيق مع التنظيم والإدارة. حوالي 216 جاري تسوية حالاتهم إن شاء الله. الاستمرار في تطوير وتفعيل الهيكل التنظيمي، والهيكل التنظيمي كما قلنا هو هيكل مرن قابل للتطوير والتعديل وفقا لمتطلبات العمل في الهيئة وبما يؤدي إلى تحقيق أغراضها. الهيكل لو ذكرت لحضراتكم ما تم في الهيكل خلال ال3 سنين اللي فاتت، هنقارن بسنة 1981 اللي هو الهيكل اللي كان معمول به ولم يحدث عليه أي تطوير إلا منذ 3 سنوات وهذا العام فقط. في سنة 81 الهيكل اللي كان معتمد من الجهاز كان عندنا
نائب رئيس مجلس إدارة واحد. الآن عندنا 6 نواب رئيس مجلس إدارة و2 مستشار بدرجة نائب. كان رئيس قطاع 7 ورئيس قطاع على مستوى الهيئة كلها. احنا عندنا النهارده 31 رئيس قطاع. كان عندنا مدير عام 39، النهارده عندنا 112 مدير عام بدرجات معتمدة وجاري تمويلها من التنظيم والإدارة. كان عندنا الإجمالي كله 48 درجة قيادات عليا. أنا بتكلم على الدرجات القيادات العليا اللي تهم مديرين العموم ورؤساء القطاعات والنواب. كان الإجمالي 48، النهارده 152. هذا الجهد تم بجهد كبير من أبناء الهيئة، من قطاع التنظيم والإدارة في الهيئة، بالمشاركة مع السادة المسؤولين بالتنظيم والإدارة. فأرجو أن نحيي قطاع التنظيم والإدارة والعاملين فيه على ما بذلوه من جهد.